مشاهدينا من جديد في تاني فقرة حوارية معنا النهاردة. والحقيقة يعني حزب الغد أسس ائتلاف المجلس المصري للمحليات اللي بيضم حوالي 25 حزب. الهدف من هذا المجلس هو تمكين الشباب من الإدارة المحلية للوطن ككل، كمان تفعيل يعني الدور الرقابي للإدارة المحلية من أجل مواجهة الفساد. كمان من أهداف المجلس الاهتمام ببعض المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة وتوفير كمان المسكن كحق من حقوق كل مواطن مصري. النهارده حابين نتكلم أكتر عن أهداف المجلس المصري للمحليات مع ضيفنا النهارده في هذه الفقرة، وهو الأستاذ موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية والمنسق العام للمجلس المصري للمحليات. أستاذ موسى أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بسيادتك. أهلا بك. اهلا بحضرتك يا فندم، كل التحيه والتقدير لحضرتك وكل الاحزاب المشاركين في هذا الائتلاف. ومهم جدا موضوع المحليات، حضرتك تعلم ان احنا عانينا مرارا تكرارا من موضوع المحليات ده، زي ما كنا بنعلق الامال على الاستحقاقات التاريخيه اللي احنا مرينا بها سواء من رئاسه الجمهوريه سواء من البرلمان. اعتقد استحقاق هام ايضا هو انتخابات المحليات. مهم جدا هذا المجلس. رؤيتكم للمحليات القادمه، ايه اللي احنا بننتظره من هذه المحليات؟ ازاي نقدر نطهر ما رسبته المحليات الفاسده والقديمه واللي كانت يعني القت بظلها بشكل كبير جدا على كل المدن والارياف؟ هو طبعا سيادتك بتشير نقطه في منتهى الاهميه. نعم. ان المحليات النهارده هي العمود الفقري بتاع الدوله في المرحله القادمه. صحيح. النهارده احنا في مرحله لازم الشعب يدير نفسه بنفسه. نعم. وعشان ده يتم لازم يبقى فيه انتخابات نزيهه، يبقى فيه قوائم محترمه، في تواجد في كافه محافظات، في دستور النهارده بينظم المواضيع كلها، في نسب وتناسب موجوده النهارده، المراه والشباب والعمال والفلاحين. جميل. فاذا في تنظيم كامل مطروح جديد النهارده. في متغيرات كتيره في القانون نفسه. النهارده المحليات اصبح ليها اوضاع سياديه في منتهى الاهميه. اصبح نائب المحليات النهارده له ادوار، يمكن انا عايز اقول اهم من ادوار نائب المجلس النواب. تمام. له صلاحيات اكتر النهارده بكتير، له حق المساءله، حق العزل، له مطالبات باوضاع تختلف تماما عما كان سابقا. صحيح. تحرك في الميزانيات بتاعتهم. فاذا المحليات النهارده هي هتكون فعلا العنصر الاساسي كيفيه الانتقال بمصر الى مرحله فعلا ثابته وليها استقرار كامل. تمام. وده هيتم طبعا في حاله ان احنا نجحنا في المرحله القادمه، ننظم نفسنا ونوحد صفوفنا كلنا. تمام. ونبعد عن الشخصنه وعن الانا. صحيح. وندور على اسلوب فعلا علمي. صحيح. لكيفيه النهارده انتقال الاشخاص اللي هم يقدروا يقوموا بهذا الدور بالنسبه لمحافظاتهم وشعبهم واولادهم وخلافه. وشعار المصلحه العامه هو ما يتصدر يعني المهمات القادمه ان شاء الله. طبعا يعني احنا بنتكلم دلوقتي يعني زي ما قلت كلمه يعني التنازل عن الشخصنه هو تجب هذا الكلام. نعم. المصلحه العامه هي فوق الجميع يعني. صحيح. وانا اعتقد ان في وعي النهارده في مصر كبير جدا، والشعب فعلا بيبحث عن اوضاع مختلفه عما سبق، ولازم نبص النهارده لامور عمليه. احنا النهارده عايزين الشعب المصري يعيش في عزه ونفس وكرامه ويبقى عنده امكانياته ودخله، وده مش هيتم طبعا الا من خلال منظومه عمل متكامله. الناس فعلا تشتغل لمصالح الكل ولا ترجع الى الخلف وتشوف الفساد اللي كان موجود طبعا. احنا النهارده مش عايزين هذا الكلام يتم النهارده في المراحل القادمه. صحيح. وعشان ده يتم فعلا لازم يبقى في مجموعه عمل تتوحد مع بعض زي ما احنا بنعمل النهارده كالمجلس المصري للمحليات. جميل. بنجمع الجميع الاحزاب والمستقلين وخلافه وبدون رئاسه. احنا بنعمل مجلس مصري للمحليات، هذا المجلس يجوب بكل المشاركين فيه والقواعد الاساسيه بتاعته بلا رئاسه اطلاقا. احنا بنعمل نظام عمل تنظيمي بنقسم الجمهوريه لقطاعات. جميل. وكل قطاع فيه عدد محافظات، وكل اعضاء المجالس الموجوده معانا هتبقى بتدير هذه القطاعات من حيث متابعه الامناء بتاعه المحافظات وانتقاء القوائم والفرز الحقيقي. مش عايزين النهارده مجاملات. مش عايزين واحد يخش النهارده في المجالس المحليه وعشان يعرف فلان او علان. لا. صحيح. النهارده الوضع يختلف. احنا مصر عايزه مرحله جديده فعلا وفكر مختلف تماما. جميل. واحنا بنحاول نعمل اللي علينا في هذا الوضع يعني. بالتوفيق. استاذ موسى، يعني احنا عايزين برضو حضرتك تكلمنا بشكل موسع اكتر عن المجلس وعن اهدافه بالتحديد. اهداف المجلس المصري للمحليات ايه يا فندم؟ حضرتك المجلس المصري للمحليات هو اولا الهدف منه هو لم الشمل بتاع كل القطاعات المتنافسه اللي هي مش عايزينها تتوه في الفتره اللي جايه. عايزين الناس يبقى لهم فكر موحد، هو فكر كيفيه الانتقال بمراحل تنمويه حقيقيه. لان في الاخر انا شايف ان يعني ايه هو الهدف النهائي؟ الهدف النهائي ان يبقى عندنا رخاء اقتصادي،
عندنا حياه كلها عزه نفس وكرامه. نعم. عندنا دخول تكفينا. مش عايزين واحد النهارده يبقى عنده دخل ما يقدرش حتى يصرف على اولاده في المدارس. صح. فالكلام ده كله كلام طبعا بيوصل الناس انها تبقى فاسده ووصلها لهذه المراحل الانتحاريه يعني. فانا بقول النهارده اذا كنا نقدر نوصل بمستوى الفرد الى حياه افضل بكتير، هننجح تماما. وهذا عشان يحدث هذا الكلام لابد ان احنا نشوف الاساليب التنمويه الحقيقيه، العمل الفعلي، ندي امكانيات للشباب، امكانيات يبقى عندهم دخول. احنا بنبحث عن الرأسمالية الوطنية، مش عايزين الوظيفه خلاص. الوظيفه دي النهارده هي اللي جابتنا ورا. يعني الحقيقه ان كل واحد بيدور يقول لك انا عايز واسطه اشتغل في وزاره البترول، عايز واسطه عشان هنا. لا، احنا مش عايزين الكلام ده. عايزين يبقى الشاب له ملكيه خاصه، ملكيه رأسمالية وطنيه. واحنا طارحين مشروعات تنمويه حقيقيه للشباب على مستوى افقي في 27 محافظه، بتديهم فرص النهارده توصل دخولهم قد تصل الى 5 6000 جنيه في الشهر. يعني حضراتكم تفتحوا مجال للشباب للشغل الحر، يعني يبقى في كده استقلاليه وبعد عن الوظيفه الحكوميه الروتينيه. ده لازم، يعني اذا ما عملناش كده يبقى احنا بنرجع لورا اكتر من الاول كمان واسوء. أكيد. فده طبعا لازم نتحرك بفكر تاني خالص في المرحله القادمه. وانا اعتقد ان الاتجاه هو هذا الفكر، وجهه النظر هي وجهه نظر الشباب كلهم، لان احنا معانا في المجلس النهارده كتل شبابيه في منتهى الاهميه. شباب من اللي عملوا ادوار مهمه في الثورتين وليهم تواجد النهارده، وانا شايف ان هم مظلومين في حاجات كتيره جدا. والنهارده دورهم لازم فعلا ياخدوه وياخدوا حقوقهم ويشتغلوا في محافظاتهم. ان كل الشباب اللي موجودين النهارده في محافظات، احنا مش عايزين قاعدين في العاصمه، عايزين يقعدوا في محافظاتهم ويناموا في محافظاتهم. صحيح. ويبقى لهم اهل المحافظات وينفعوا طبعا. وهناك وفي مشروعات مطروحه تديهم هذه الامكانيات من حيث العمل والدخول العاليه والسكن بتاعهم والاستثمارات في صناعات خفيفه، وننشئ بعد كده بورصه الصناعات الخفيفه هناك في كل محافظه. جميل. نغير الفكر، يبقى رأسمالية وطنيه بالمعنى الحقيقي. نقدر نقول يعني المرحله الجايه محتاجين تمكين افضل للشباب. كنا بننادي بيه في البرلمان، اي نعم نسبه الشباب يعني ما كناش بنتمناها اكثر في البرلمان، ولكن عندنا امل في المحليات. عشان كده عايز اسال حضرتك يعني كيفيه الالتحاق بتدريب بالمجلس المصري للمحليات الشباب، ازاي نقدر نمكنهم، وهل التدريب مجاني، وتاثير ده في اعداد كوادر شبابيه في المستقبل ايه؟ حضرتك نقطة سيادتك بتسيرها دي في منتهى الأهمية، لأن احنا بنتكلم على أرض الواقع. جميل. ومش النهارده ممكن تقول أنا عملت نسب معينة في البرلمان للشباب، حقيقي ده دور مهم جدا وله فعالية، ولكن احنا بنتكلم على الخبرة والشاب ده لازم النهارده يبدأ حياته من أرض الواقع فعلا. احنا عايزين نمكنه من العمل بإيده، ينزل يبقى عنده ملكية خاصة، يعمل بطريقة بيبقى له دخل، حاسس إن هو عامل دخل بنفسه. مش عايزينه يتكلم ويفتي في قوانين ما عندوش خبره فيها. يعني هو النهارده احنا عايزينه، ومش عايزينه يبقى تابع، عايزينه يبقى قائد يعني. فدي نقطه ليها اهميتها برضه، يكون مؤهل طبعا، ودي ضروري جدا. ودي تيجي بقى زي ما حضرتك قلت بالتدريب والتثقيف فعلا. وده اللي احنا عملناه فعلا، عاملين تدريب وتثقيف كامل للشباب. والحقيقه ربنا موفقنا ان احنا عندنا، انا بقول المدرب الاول في مصر الدكتور عادل عصمت، هو راجل فعلا قيمه كبيره جدا ودرب كل احزاب مصر. جميل. واحنا عاملين برامج تدريبيه تثقيفيه في كافه محافظات مصر. تمام. وبدانا فعلا بننتقل للمحافظات، وعندنا اسبوعيا بيجي في تدريب عندنا. ففعلا في نوع من التطوير كامل للفكر والاداء للتدريب نفسه. ده بيتطلب ان الشاب اللي بيجي بيتقدم لينا لان هو يرغب في ذلك فعلا، ان هو فعلا عايز يتدرب، عايز يبقى كويس. نعم. وده نتج من نتيجه الموقع اللي احنا انشأناه للمجلس المصري للمحليات. احنا شفنا موقع الحقيقه ما شفناهوش في حياتنا قبل كده، لان ده دليل ان الشعب واعي. النهارده احنا عندنا اكثر من 5 مليون مشاهد دخلوا على هذا الموقع في خلال 6 اشهر. تمام. واكثر من 120,000 اعجاب في هذا الموقع، وحوالي 30,000 استماره تقريبا دخلوا مالوا استماراتهم على النت نفسها. نعم. اونلاين يعني. فبالتالي ده دليل ايه؟ ان اللي بيعمل الاستماره بتاعته وبيعمل مجهود ويفتح يحط بياناته كلها، فده مرشح جيد. صحيح. ده راجل عايز يخش فعلا، يعني عايز يبقى له دور فعلا الفتره القادمه يعني. ان شاء الله. طب استاذ موسى، بالنسبه بقى لاماكن التدريب، يعني اماكن التدريب اللي وفرتوها علشان الشباب يروحوها ويبداوا فعلا في التدريب الفعلي، زي ايه الاماكن دي؟ احنا اولا نتميز ان احنا كحزب، اولا احنا بنقول الحزب دوره وقتي لانه كمنظم. لكن احنا نتساوى مع كل الاحزاب الموجوده. والنهارده الفرصه كبيره لان احنا دشنا 25 حزب دخلوا معانا، والموضوع كبر جدا النهارده. لكن في الاول
اعتمدنا على الامانات بتاعتنا كحزب. فتحركنا في محافظات كتيره من كفر الشيخ للمنصوره، للفيوم، لاسكندريه، لخلافه. فبنستخدم الاماكن بتاعتنا في الامانات، ولو كان العدد كبير اللي بيجي يتدرب بناخد اماكن كبيره تستوعب هذه الاشخاص. المرحله القادمه طبعا هنبتدي نوزع العلاقه التدريبيه دي بيننا وبين الاحزاب الاخرى، وهنبتدي نستخدم كافه الامانات الموجوده عشان نمشي بالتوازي على كافه محافظات مصر. ما نقدرش ناخدهم محافظه محافظه، لازم نتحرك بالتوازي مع كذا مجموعه. والحقيقه عندنا مجموعه متدربين على مستوى جيد جدا، وعملنا تدريب للمدربين، ودي نقطه مهمه جدا. تاهيل يعني تاهيل للمدرب. جميل. واصبح عندنا يعني مدربين كثيرين جدا يقدروا يقوموا بالتدريب حسب النمط الموضوع من الفكر التدريبي بتاع المجموعه. جميل. برضه حابب اطمن الشباب اكتر ونعرفهم ماذا بعد التدريب. حضرتك تعلم ان في مجالات كتير جدا للتدريب، والشاب لما يجي يدخل مجال تدريب، طب بعد ما اتدرب ايه اللي هيحصل؟ عايزين نطمنهم ايه اللي هيكون بعد التدريب. هل هيكون ان شاء الله تكليل للمجهود اللي قاموا به خلال هذه الفتره التدريبيه؟ واين الصعيد الجواني؟ لان للاسف بعض الخطوات الايجابيه بتبقى موجوده مهتمين فقط بالمدن والاماكن القريبه بمنطقه الدلتا او القاهره. الصعيد الجواني برضه محتاج يا فندم نقطه ايجابيه. كلمنا عن هذه الجزئيه. ده منتهى الاهميه طبعا. اولا احنا بنتكلم على لما بنتكلم على التدريب بنتكلم على تدريب وتمكين الشباب من الملكيه الخاصه بعد كده. احنا مش عايزينه يجي يتدرب ويقعد في بيته. صحيح. يعني ايه استفدنا منه ايه؟ احنا عايزينه يبقى متدرب ومؤهل ان هو يقدر يعمل وينتج ويبقى له دخول عاليه جدا، ويطلع بره اطار يقف في الطابور مستني وظيفه. بالظبط. ويتعامل فعلا بعزه نفسه وكرامه زي ما قلت سيادتك، لان هي دي اساس النجاح بتاعنا. احنا مش عايزين حد النهارده يحس انه بيمن على حد. هذا الشاب بيجي له دخله ومكسبه من جهده وعرقه وشغله، وبالتالي يبقى عنده سكنه، يقدر يتجوز، يبقى عنده امكانياته، عنده استثمارات في مصانع صغيره. ويمكن انا لو تطرقنا للموضوع ايه هي الفكر التنموي اللي احنا طارحينه، هتجد ان احنا فعلا مدين للشباب فرص كبيره جدا. لان احنا بندي فرصه ان كل شاب يبقى عنده عدد 2 صوبه زراعيه في الظهير الصحراوي. بنتكلم على 80,000 صوبه في كل محافظه لمده 4 سنين كل سنه. في 25 محافظه ليهم ظهير صحراوي. بنتكلم على سكن، بس نظام سكن بطريقه مختلفه تماما. احنا مش عايزين ان الشاب يجي ياخد شقه سكنيه ويلاقي نفسه بيدفع قسط 1500 جنيه في الشهر، ما عندوش هذا الدخل. وفي نفس الوقت الشقه عايز 2 ضامنين له، وعايز. فطبعا العمليه كلها ما بيجيبش همها. فاحنا طرحنا العمليه بالمحجوز. احنا قلنا البنك يبقى هو المستثمر، هو صاحب الحق في هذا الكلام، لا رهن ولا عقارات ولا كلام من ده ولا ضمانات. والشقه دي تبقى حق تخصيص للشاب يسكن فيها لمده مثلا 10 سنين، ومن حقه يتملكها في اي وقت في ال10 سنين بسعرها الاساسي. لان احنا حولنا البنك الى مستثمر، فهو بياخد عائد من الشاب ده مثلا 7% او 5% في السنه نظير استثماراته. فلما يجي ندفع له استثماراته يبقى الاستثمار ده رجع لصاحبه للشباب. فبالتالي يقدر يدفع في الشهر 700 جنيه او 600 جنيه في الشهر مع دخله من الصوب الزراعيه. الصوب الزراعيه يعني عاملين دراسات من نتيجه خبره 25 سنه فيها على الاقل، يعني ان الصوبه دي ممكن تدخله على الاقل 2000 جنيه في الشهر. واذا عملنا تصدير 30% فقط من هذا الانتاج هيوصل دخله حوالي $500 في الشهر. بسعر النهارده يعني بتتكلم على 5000 جنيه تقريبا في الشهر. فاصبح النهارده في دخول عاليه جدا للشباب ممكن تتم، عنده سكن يبقى موجود في نفس المنطقه، وهيبقى في كل محافظه طرحين 30 مصنع صغير تتراوح راس مالهم من 5 الى 10 مليون جنيه، هتطرح بالاسهم السهم ب 10 جنيه ومضاعفاته لغايه 100 جنيه. فيبقى كل شاب من حقه يتملك اسهم في هذه المحافظه وتكبر اسهمه، وفي وقت معين تطرح هذه الاسهم برضه في بورصه المحافظه. ويبقى له دخل من راس المال الاستثماري، عنده سكن مرتاح فيه، عنده دخل من الصوب بتاعته الزراعيه. فدي المنظومه اللي احنا طرحناها فعلا للشباب في الفتره القادمه. نتمنى يا رب ان يكون هناك العديد من الاستراتيجيات الاساسيه والتنمويه والاستراتيجيات اللي ممكن تلقي بشكل كبير جدا اولويه واهميه لدى الشباب. حضرتك تعلم ان الشباب هم بنات المستقبل والعمود الفقري لهذا المجتمع، وتمكين الشباب اعتقد ده حقهم في الفتره القادمه. نتمنى يا رب كل التوفيق للمجلس المصري يا رب، للمحليات، ان ينال يا رب اعجاب وتقدير كل الشباب المصري، وان يستطيع ان يخالط هذا الشباب في المجالات السياسيه اللي تحقق كل الخير لمصر الحبيبه. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم، للاسف وقت برنامجنا نجري مع حضرتك بسرعه. شكرا ليك. ضيفنا العزيز المحترم الاستاذ موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، رئيس المجلس المصري القبائل المصريه والعربيه والمنسق العام للمجلس المصري المحليات. شكرا ليك يا فندم وشرفتنا، ورمضان كريم. شكرا جدا. شكرا لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا اكيد، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل، معانا مفاجاه فنيه، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا.
هذا البرنامج برعاية